فين الصفقات يا خطيب؟ فين الأداء يا كولر؟ فين الروح يا لعيبة الأهلي؟ واللي أنا متحفظ عند كلمة لعيبة الأهلي دي لأن في جزء كتير بعد مستشفى النادي الأهلي وبعد الإعارات وبعض اللعيبة الهامة اللي اتباعت واللي مشيت كإعارات، وده كان قرار خاطئ من الإدارة ومن اختيارات المدرب مارسيل كولر برضك. إلا إذا اللي فيه معظم اللعيبة اللي موجودة النهاردة هي لا تصلح للعب او ارتداء تيشيرت النادي الاهلي، هم عباره عن موظفين بياخدوا ملايين. بعد مباراه اورلاندو بايرتس امس اللي خسرنا فيها 2-1 ويعتبر خساره كارثيه، في بعض الناس هتهاجمنا او هتقول خساره ليه كارثيه يا عم النجم، ما تكبرش الموضوع قوي، ما احنا كده كده صاعدين من المباراه اللي قبليها. هقول لك لا، بعد اذنك هنا تقف شويه معايا يا عم النجم وتفهم انا قصدي في ايه. انا قصدي ان انت كحجم وكيان كبير زي النادي الاهلي ما ينفعش فرقه زي دي هي اتعادلت معاك في ملعبها 2-2 بالعافيه وكنت انت هتكسبها خارج ملعبك، وتيجي هنا على ارضك تحرجك وتكسبك 2-1. اسهل ظروف ليهم فرقه جايه من جنوب افريقيا عشان تكسبك هنا. لو دي الطبيعه عندك كلاعبي النادي الاهلي فانا اقول لك لا، لغايه هنا وستوب. انت فعلا مش قد روح ولا حجم ولا عندك اصرار ولا عزيمه لعيبه النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليها، اللي انت تخلي فرقه زي كده تكسبنا هنا وتحطنا في خانه ان احنا صاعدين تاني. طب انت بالمنظر ده هتيجي نتكلم في سيناريو اللي احنا كل ما بنصعد تاني بناخد البطوله؟ لا يا عم، مش كل مره تسلم الجره. انت النهارده التاني هتلاعب مين؟ ممكن تلعب سان داونز، ممكن تلعب الترجي، ممكن تلعب الهلال، وممكن اقل فرقه من دول واللي هم دلوقتي ما فيهمش فرقه قليله عشان يصعدوا اوائل تحرجك بالمنظر اللي انت بتأديه. احنا حرفيا بقالنا اكتر من كام ماتش من قبل حتى كاس القارات للانديه ما بنقدمش كوره، بس نيجي ماتش زي الجونه احنا في الصداره كسبنا، بقالنا فتره ما كسبناهمش وبنتعادل فكسبناهم فمبروك علينا. كسبنا ماتش في الكوت ديفوار مع ساد ابيجان الفرقه الضعيفه اللي ما خدتش نقطه في المجموعه كلها، وفي الاخر نقول احنا عملنا اداء هايل ونفرح شويه؟ لا، بس احنا في الاساس ما بنقدمش كوره بقالنا فتره كبيره، وهنا في علامات استفهام. احنا النهارده لما بنطلب صفقات ده الجمهور غناها يا خطيب صح النوم، يا ناير باقي فيه كام يوم، واحنا بنتكلم وبنسأل يا خطيب الصفقات دي يا خطيب هتعمل لك مشكلة؟ انت ليه مش عايز تجيب صفقات اللي احنا كجمهور الاهلي وكان نادي محتاجها والمدير الفني